السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير ويوصلكم الفيديو وانتم في احسن حال. دابا جيت نشارك معكم السنطير بالمقادير ديال الشباكية. كيجي رائع، سهل في التحضير، واهم شيء انه كيلخص عليك تماره ديال الشباكية، والمذاق ديال الشباكية راه كيكون في السنطير. فلما لا اننا نحيدو شويه ديال التماره ونخدمو بالاسهل، لان التحضيرات ديال رمضان كتكون فيها بزاف ديال الوظائف. بالنسبه للمقادير، عندي كيلو ديال الطحين، عندي كيس من الخميره ديال الحلويات، عندي صفر ديال البيضه، قبيصه ديال الملح، القرفه والمسكه حره، عندي تقريبا كاس ديال زبده نوازيت، كاس ديال المزهر، تقريبا 2 معالق ديال الخل، كاس ديال الجنجلان يكون مطحون مزيان، حبه حلاوه نافع، وكاس ديال الماء فيه زعفران حر. بالنسبة لهذا للمكونات بدقة، درت كاس ديال الجنجلان يكون مطحون مزيان، معلقة ونص ديال النافع، معلقة ونص ديال حبة حلاوة، مسكة حرة، 2 معالق ديال القرفة، نسمت شوية بالملحة تقريبا. الكيس ديال الخميرة ديال الحلويات هاز دي 2 ديال المعالق هما اللي كانوا. فاذا كنتو غتعملوا نصف الكميه فكتنقصوا من المقادير اللي عطيتكم. كنحربل الكل مع بعضياتو، عاد كنضيف الزبده اللي عندي فيها 5 ديال المعالق تقريبا، زايده واحد شويه، معلقه ديال الخل، صفر بيضه، وكاس ديال المزهر. غادي نجمع العجين ديالي بالماء اللي يكون سخون، الماء اللي عامله فيه زعفران شعره باش يطلق اللون. تقريبا درت لي 2 الكيسان ديال الماء، كاس بالزعفران شعره وكاس غير الماء دافئ بوحدو. كما كتلاحظوا معايا انا زدت داك الماء، تقريبا 2 ديال الكيسان. وهنا كنستمر في الخفق. العجينه كتكون رطبه شويه على العجينه ديال الشباكيه، لان الشباكيه كتكون قاصحه بزاف. بالنسبه للسنطير لا، كيكون خفيف شويه. كما كتلاحظوا معايا راه كلشي موضح في الفيديو قدامكم. فمن بعد ما كنعجنها كنخليها ترتاح. انا خليتها ترتاح تقريبا نص ساعه على ما كتعطينا الطوع وكتجينا سهله في الخدمه. بالنسبه للعجين ضروري انكم تغطيوه، لانه كينشف بواحد السرعه تقريبا بحال الشباكيه. كما كتلاحظوا انا درت كويرات، وداك 2 كويرات اللي ما غاديش نخدم بهم غادي نحطهم، والكويرات اللي غادي نخدم بهم كنخليهم حدايا، ولكن حتى هما خصني نغطيهم ضروري لان العجينه كتنشف بواحد السرعه خياليه صراحه. كنكوروهم بحال اللي كنعملوا التريد ديال الرفيسه. الكويرات نتوما كتحكموا فيهم على حساب المقله. انا المقله عندي صغير، داكشي علاش درت الكويرات صغار، وفي نفس الوقت غادي ندير 2 يعني الكويرات صغار ملي غادي ندير 2 فيلاه كيعطيوني القياس ديال وحده تكون كبيره. وانتم على حسب اللي بغيتو، يعني يمكن لكم تعملوا 3 ديال الكويرات على حسب الدورات ديال لسان الطير كيفاش بغيتوه يجي، واش يجي فيه بزاف ديال الدورات او لا تجي فيه غير دوره واحده ولا 2 على حسب نتوما كيفاش بغيتوه. وطبعا اللي عنده المقله كبيره راه كيخدم بالكويرات كيكونوا كبار على حسب المقله اللي عندكم. فتابعوا معي الفيديو للاخير باش تشوفوا النتيجه ديال السنطير كيفاش جا. ومن بعد ما كورت الكويرات ديالي كاملين وخليتهم يرتاحوا ايضا مدة 4 ساعة، غير على ما كيعطيونا الضوء عاوتاني حتى هما. فبديت كنشكل الكويرات، كنعمل المايزينا غير باش تسهل عليا الطلق. يمكن لكم ديروا الدقيق، ولكن كنفضل مايزينا افضل لانني غادي نخدم بها. كما كتلاحظوا تقريبا بحال اللي كنعملوا الرغايف ديال المايزينا، راه نفس الشيء. كنمسح العجين ديالي بالزيت وكنرش عليه المايزينا. وكما كتلاحظوا الكويرات واخا صغار، ولكن ملي كنعمل 2 مع بعضياتهم شوفوا تبارك الله قداش كتولي العجينه. فانا رققت بكل ما بكل ما لدي من قوه الصراحه، غير باش تجيني سهله في الطياب وتجيني سهله في كل شيء.
دابا كما كتلاحظوا انا خدمت غير نص الكميه و وهذا صهدت شويه في المقله، وعاد من بعد خدمت الكميه اخرى. السنتر من الفوائد ديالو هو انك تخدم به براحتك، يعني تقدر تخليه غير هكاك مثلا يكون عندك في البلاستيك وتخليه وتقضي شغل اخر وتولي ترجع له ما كيوقع له حتى شي حاجه. انا حتى بالنسبه من بعد الطياب ديالو ومن بعد ما قطعته خليته في النبيره بات ليله كامله حتى لغدا، عاد قليته وعسلته. كما كتلاحظوا معايا راه ما كنطيبوش الخبيزات ديالنا، غير فقط كنصهدوهم، يعني غير يتبدل لهم اللون ديالهم صافي كنحيدوهم من المقله وكنحطوهم. وضروري كنأكد ضروري انهم خصهم يكونوا مغطيين مزيان. انا كنت دايره بلاستيك وعاد غطيتهم بالخرقه من فوق. كما كتلاحظوا راه كيتنفخوا مزيان، راه يعني اذا تنفخوا لكم فراه عرفوا انهم ناجحين 100%. فتابعوا معي الفيديو للاخير. وهنا من بعد ما طيبت الكل كنقلب، يعني الاولانيه هي اللي غادي نبدا بها. كنجمع العجين ديالي بالطحين والماء. كما كتلاحظوا كيتجمع بسهوله. فضروري خصنا نركزوا على الجوانب انهم يكونوا مشدودين مزيان باش نتفاداو انهم يتحلوا لنا في القلي. وكل ما كانت اليدين ديالنا مرخوفه مع العجين كل ما كيجي جميل المنظر صراحه. كما قلت لكم يعني تقدروا انكم تضاعفوا الكميه وفي نفس الوقت تضاعفوا عدد الدورات، يعني ديروا بلاصه جوج ديروا 3. يعني نتوما كتحكموا في الكميه كيفاش بغيتوا وفي الشكل ديالو. فبالنسبه لهذا انا درت كورت كل شيء تقريبا، وعاد من بعد بديت العمليه ديال التقطاع. هنا واخا ما تكونوش مغطينه لان خص تكون يدكم خفيفه دغيا باش ما ينشفش، لان العجين حتى الا بقى هكاك راه كينشف وغادي يجيكم فاش غتبغيو تقطعوه كيبقى يتقطع العجين كيتقطع، راه بحال الورقه ديال البسطيله تماما. فلهذا من الافضل انه يكون كل شيء مغطي. فكما كتلاحظوا معايا انا حتى ساليت الكميه كامله، عاد غادي نبدا في التقطاع. وهنا صافي كنقطعوا كل واحد وكيفاش كيعجبو يخدم. كاين اللي كيقطع بالموس، كاين اللي بالمقص. انا بالنسبه لي اسهل حاجه هو المقص لانه عملي وسريع. الجوانب كنحيدوهم لانهم ما كيعطيوناش شكل مزيان، ولكن حتى هما غادي نقليوهم. بالنسبه للسمك ديالها او المهم كل واحد كيقطع على حساب كيفاش هو باغي تجي هاد السانطير. انا كنفضل انهم يكونوا صغار احسن. هانتوما النتيجه كيفاش كتجي. واذا كانت شي وحده محلوله طبعا كنوليو اننا كنشدوها بالطحين عادي جدا بحال اللي ما كاين حتى شي حاجه. بالنسبه للقلي الزيت خصو يكون سخون مزيان، والعسل حتى هو كتسخنوه باش كنتفاداو ان هاد السنطير يتفرتت لنا. العسل انا فايت لي شاركته معكم، انا عدلتها في الدار صراحه كتجي رائعه اكثر من احسن من اللي كتشرى، لانها ملي كتنشف كتلصق على المعسلات كتجي رائعه رائعه جدا. فاذا بغيتوا انا غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو، وغادي نخلي لكم حتى المقادير ان شاء الله حتى هما اسفل الفيديو. فاللي كمل معايا الفيديو حتى لهنا كنقول لكم شكرا.